قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإسلام. قدم معنا أنه ذكر الأركان جملة واحدة وهي 5، ثم بدأ يذكر كل ركن مع دليله. تقدم معنا الركن الأول هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنها شطرين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، لكن جعل كالركن الواحد. قلنا لأن الأعمال لا تصح إلا بالشرطين، الإخلاص والمتابعة. وأيضا هناك وجه آخر ذكر العلماء أنه من الإيمان أن الله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كمال شهادة أن لا إله إلا الله أن نشهد أن محمدا رسول الله، أن نشهد أن محمدا رسول الله، أن الله هو الذي بعثه، هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلتا الشهادتين ركن واحد. ثم ذكر الركن الثاني الصلاة، والثالث الزكاة معا، لأنهما كثيرا ما يقرن في القرآن. في القرآن كثير ما يقرن بين الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الله عز وجل في آيات أخرى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الآيات ومما ذكر، والآية التي ذكرها المؤلف: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا. الله عز وجل في القرآن يقول: وأقيموا الصلاة، لم يقل وصلوا، ما جاء في آية صلوا، بل قال وأقيموا الصلاة في جميع الآيات. هذا كما قال العلماء معناه إقامة الصلاة، أي الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها. هذا هو إقامة الصلاة، هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. وأقيموا الصلاة أي الإتيان بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. الله عز وجل وأقيموا الصلاة، لم يقل وصلوا، دل على أنه لابد في الصلاة من الإتيان بالأركان والشروط وكذلك الواجبات. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. جاء في حديث معاذ قال: قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فهو كافر تهاونا وكسرا. الصحيح أنه كافر، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم عندما يسأل المجرمون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. جاء عن شقيق بن سلمة التابعي الجليل قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر. أما الجحود فهذا يدخل فيه جميع أركان الإسلام. ترك جحد ركن من أركان الإسلام فهذا كفر، جحد ركن من أركان الإسلام كفر. قول الله عز وجل: ويقيم الصلاة، قلنا لابد من إقامتها بالاتيان بأركانها وواجباتها وشروطها. هذا الذي ينتفع العبد، ينتفع بالصلاة إذا جاء بها كما أمر في كتاب الله بقوله وأقيموا، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها بأركانها وواجباتها وشروطها وكذلك مستحباتها. هذا الذي هو ينتفع. فهذه الصلاة من منافعها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والكثير منا يقول: نحن نصلي لكن الصلاة لكننا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، نقع في الفحشاء. فيقول كما قال العلماء: الجواب أننا لم نقم الصلاة بما أمرنا. فالله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، وأقيموا
الصلاة، أي في أول آية أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقيموا الصلاة، الله عز وجل قال أقيموا، يعني لابد من الاتيان بواجبات بأركانها وواجباتها وشروطها. وكذلك أيضا مستحبات الصلاة، كذلك يستحب أن ينتبه بمستحبات الصلاة. فإذا أقمنا الصلاة إقامة صحيحة فعند ذلك تحصل لنا هذه المنفعة، أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، نقيمها ونخشع فيها، ونعلم أننا عندما نقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. فلذلك كما تقدم معنا قول يعني الحسن بن علي أو علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ما أظن هكذا، الحسن بن علي أو العلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان إذا يعني توضأ للصلاة اصفر، تغير وجهه من الخوف، فقالوا له يعني لماذا أنت يعني تتوضأ يتغير وجهك؟ قال أما تعلمون أننا نقف بين يدي الله عز وجل، فإذا أقمنا الصلاة حق القيام فعند ذلك سوف تأتينا هذه الفائدة العظيمة، وهي أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر. لكن حال الكثير منا ويعني إلا من رحم الله يعني لا نقيم الصلاة حق قيامها. ذلك يعني ذكر لي أخ يعني سوداني مرة في يعني خاصة في هذه في صلاة التراويح يعني عجائب، تحصل العجائب. قال دخلت مرة في جاوا، هو يسكن في بوغور قال ذهبت إلى صديقي أصلي، قال جيت المسجد عند يعني صديقه عند هذا المسجد، قال جيت دخلت ما وجدت صديقي، قال دخلت أصلي معهم صلاة تراويح، قال خرجت من الصلاة، قال ما استطعت أصلي، قال أرفع من الركوع وهو قد رفع من السجود، الله يعني يركع، قال أقول سبحان ربي العظيم، قال وهو قد رفع من السجود، يعني قال سيء، ما استطعت أصلي خلفهم. فهذا لا يصلح الصلاة خلفه أصلا، هذا يعني من باب الاستهزاء. ولعلكم رأيتم الذي يعني يسرع من في هذا في يعني في جاوا شرقية، نسيت اسم المنطقة، أنا كنت هناك في 2018 لما كنت في سولو في رمضان، فيذهب ناس كثير إلى ذلك المسجد، يعني من مسافة بالطائرة يذهبون طبعا، وبعضهم بالسيارة، لكن مسافة يمكن 8 ساعات أخبروني أو 6 ساعات بالسيارة. فسألته ما هو السبب؟ قالوا يعني هذا المسجد يعني يفعل العجائب. أيوة، ما هو العجيبة؟ قال العجائب قبل يعني سنة كانوا يصلوا 23 ركعة في كم؟ 8 دقائق، لبن منت 23 ركعة، كيف يصلوا؟ الله أعلم كيف يصلوا، موجود رأيتم، الله أكبر. هذا هو يعني المأموم يقرأ الفاتحة والإمام قد قام للركعة الثانية، ما أكمل الفاتحة والإمام هذا استهزاء بالصلاة، هذا قد يعني والعياذ بالله يعني خطر، قد يكون على خطر، قد يصل إلى الكفر، لأنه استهزاء بركن من أركان الإسلام. ففي السنة التي كنت أنا فيها قالوا هذه السنة سيأتوا بعجيبة. ما هو العجيب؟ قالوا سيصلوا 23 ركعة في 8 ساعات. قلت تمام، هذا أفضل يعني هذا عجيب، أفضل من الصلاة 23 ركعة في يعني بعضهم يعني كثير من الناس الآن أصبحوا يعني يريد أن يشتهر، يفعل شيء يخالف الناس، بعضهم ما يبالي هل هذا العمل محرم أو لربما يصل إلى الكفر أو استهزاء بالدين، لا يبالي، المهم أنه يأتي شيء الناس ينظروا إليه، وخاصة الآن مع هذا يعني الإنترنت يريد متابعين له، صح؟ يأتي بشيء يعني مثل هذا الذي يدعي أنه يفهم لغة الملائكة ويفهم لغة الجن ويفهم لغة الحيوان، غفران. استغربت أنا عندما أخبروني، يعني قلت لا يمكن أن يوجد، لكن عندما يعني رأيته وتكلموا يترجموا لي، هذا عجيب هذا عجيب من العجائب، يعني هذا يعني زندقة، هذا كفر ظاهر. ويظن أن يعني يقول أنه يأمر الله هو، والعياذ بالله، هذا كفر، هذا شيطان. فيعني خرجنا من الدرس، لكن هذا يعني أريد أن أنبه عليه، هذا الأمر يعني ينبغي تنبيه عليه، أن كثير من المسلمين اليوم أصبح يريد يعني خاصة مع يعني هذا الإنترنت يريد الشهرة، يريد شيء يميزه عن الناس. هؤلاء الذين صلوا هذه الصلاة يريد يميزهم،
في السنة الثانية يريد شيء يميز، يصلوا 23 في يعني 8 ساعات، ليس يعمل هذا العمل، وهذا العمل خاطئ. هذا العمل يعني في أصله صح، يعني الخشوع في الصلاة، لكن ما نيتهم؟ هذه النية خاطئة لأنها ليست لله، ليست لله. فقد يكون بعضهم يعمل عمل صحيح أمام الناس، عمل عبادة صحيحة ما فيها مخالفة، لكن هو لا يريد أن يعملها لله، يريد أن يعملها لأجل أن ينظر الناس إليه. ولذلك يعني الآن يعني نخرج من الدرس يعني، لكن لأهمية هذا الأمر الآن من الرياء أصبح رياء الكاميرات، هذا التصوير، رياء التصوير. فهذا يعني أصبح أكثر الناس إلا من رحم الله، كثير من الناس يعني يراؤون بهذا الشيء. مثلا يذهب إلى العمرة يصور، أنا في العمرة، يعني لماذا تصور نفسك؟ أنا يراني الناس أني ذهبت إلى العمرة. بل بعضهم يعني كما ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر يعني عجائب، وبعضهم يعني رأيناهم صحيح، يعني يجلس، قال في اثنين يعني هناك رجلان، قال أحدهما كانوا يمشوا في المسجد مسجد الحرم، قال يعني واحد منهم قال لآخر صورني، أخذ مصحف كبير، فتح المصحف وهذا يصوره فيديو، بعد أن انتهى التصوير أغلق المصحف، ما قرأ، ثم نشره، يعني أنه يقرأ. وبعضهم يقول صورني وأنا أدعو وأنا أبكي. صح، يحصل هذا يحصل، يعني أنه يصورني، قال هذا ما قرأ أبدا، فتح المصحف وهذا يصوره كبير، ثم أغلق المصحف، انتهى التصوير أغلق المصحف ورجعوا إلى مكانه. هذا شيء خطير، هذا شيء خطير. وبعضهم صوروه وأنا أسجد، هذا قال. وأيضا يعني رأينا مثل هذا، يقول لصاحبي صورني أنا سأسجد قريب من الحرم، قريب يعني في الحرم، صورني، صوره سيد، خلاص أغلق التصوير، قام من السجود مباشرة بدون صلاة. هذا يذكره الشيخ عبد الرزاق البدر. هذا يحصل كثير يعني الناس، يعني خاصة الذين يذهبون إلى هذه يعني المناسك الحج والعمرة، فلا يجوز. أولا التصوير لا يجوز، التصوير محرم لا يجوز. هناك يعني لافتات جنب الحرم سجل فيها، يعني يسجلوا فيها، يعني مثل التلفزيون فيها كلام موجود، فيظهر يعني يظهر التصوير ممنوع محرم لا يجوز، مسجل فيها التصوير محرم لا يجوز، ويذكروا الحديث. يعني الدولة السعودية مهتمة بهذا، فالناس ما يبالوا بهذا. الآن يعني أصبح كثير من الناس مبتلون بهذا الشيء والعياذ بالله بهذا الشيء. فيعني نرجع إلى درسنا. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قال ودليل الصلاة والزكاة والسجود. هذا من يعني اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأمر التوحيد، ذكر الدليل الذي يجمع بين الصلاة والزكاة وبين التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، تفسير التوحيد أي معنى التوحيد، هذا الإخلاص في عبادة الله عز وجل، في عبادة الله عز وجل. كما تقدم معنا أن توحيد الله عز وجل هو المفتاح للدخول الإسلام، فمن لم يوحد الله ليس بمسلم. وهذه يعني مكملة، يعني كما قال بعض العلماء، يعني التوحيد مفتاح الإسلام، والإسلام هو لدخول الجنة، فهو مفتاح الجنة، شهادة لا إله إلا الله وأن. والأسنان، عرفتم الأسنان الذي في المفتاح، هذه أركان الإسلام وأركان الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وهذه لابد. فمن أتى بالشهادتين ولم يصلي ليس بمسلم، من أتى بالشهادتين وأتى بناقض آخر فليس بمسلم. ليس معنى أن من يعني أتى بالتوحيد خلاص هو يدخل الجنة، لا، قد يأتي بناقض آخر، مثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صح؟ بعضهم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويأتي يتبرك بالقبور ويدعو القبور ويتوسل بالمقبورين وبالأولياء والصالحين، صح، ويتوسل بالأولياء والصالحين، فيقول أنا قلت لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت قلت لا إله إلا الله لكن لم تأتي بمعنى لا إله إلا الله، هذا أمر. وأمر ثاني، أنت جئت بناقض من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض الإسلام الشرك. أنت جئت بناقض، أو يقول لا إله إلا الله ويترك الصلاة، يقول أنا خلاص قلت لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لابد
يعني أن لا يأتي بناقض آخر. فمثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. فإذا توضأ العبد هل تقبل صلاته مباشرة؟ لا، قد يصلي في خارج وقتها. هل تقبل منه صلاة؟ أنا توضأت الآن صليت الظهر، صح؟ هل تقبل مني صلاة الظهر؟ لا، لأنها خارج في وقتها. فليس معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص ولو عمل أي ناقض من نواقض الإسلام، لا، خطأ. فمن قال لا إله إلا الله يكملها الأحاديث الأخرى، ليس نأخذ بحديث فقط ونترك الأحاديث، نأخذ ببعض ونترك. هذا فعل الكفار الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال: ويؤتوا الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي يعني حق على يعني واجب على الذي عنده مال، الغني الذي يعني بلغ يعني ماله مقدار الزكاة النصاب تتوفر، يعني لابد من شرطين: بلوغ النصاب وحول الحول أي دور السنة. ويعني تصرف هذه الزكاة هي الركن التي تصرف في 8 الأصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. هذه هي الركن، أما الصدقة ليس بركن، هي مستحبة. الصدقات الأخرى هي من باب يعني الإحسان، وهي مستحبة وقد تكون من النفقات الواجبة كالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وغير ذلك. قال: وذلك دين القيمة، أي هذا الدين المستقيم، هذه هي الملة القيمة المستقيمة، يعني محذوف تقديره هذه، وهذا دين الملة المستقيمة، القيمة أي المستقيمة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دليل وجوب الصيام، كما في دليل الصلاة أي دليل وجوب الصلاة والزكاة، هذا دليل وجوب الصيام أنه ركن. قوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من فرض الصيام هي تحصيل تقوى الله عز وجل. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين. دليل وجوب الحج. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود سبب نزولها، وليس معنى يعني أنها خاصة باليهود، لا. فيعني هناك من يعني في علم الأصول من الأصول من قواعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا في الأصول، العبرة بعموم اللفظ أي عموم. ولله على الناس عام، خصوص هذه نزلت في اليهود، ليس لا نقول هذا خاص باليهود، لا، بل بعموم. ولله على الناس جميع الناس. غير أن يعني اليهود زعموا أنهم يتبعون ملة إبراهيم وأنهم مسلمين، فقال الله عز وجل: إن كنتم مسلمين فحجوا، فإبراهيم كان يحج. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج. هذا يعد تهاونا وكسلا، فهو كافر كفر، لكن كفر أصغر ليس مخرج من الملة. من ترك الحج تهاونا وتكاسلا فهو كافر كفر أي كفر أصغر، لأن الكفر نوعان، كما أن الشرك نوعان، الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر، شرك أصغر وشرك أكبر. أما من جحد وجوب الحج فهذا هو الذي يكون كافرا كفرا أكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.